عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من وصفات مطبخ منيا. حلقتنا اليوم ان شاء الله غنوجدوا فيها غريبه البهله بطريقه جد سهله وبسيطه وناجحه ان شاء الله. فقط تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاج على بركه الله لهذه الغريبه. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفورص. انا عندي هنا 500 غرام، يمكن اقل او اكثر، غتلاحظوا معايا في الاخير العجين كيفاش خاصو يكون. غنحتاج معاه كذلك 125 غرام ديال الزبده تكون رطبه بدرجه حراره الغرفه. عندي 200 مليلتر ديال زيت المائده، 125 غرام ديال السكر السنيده. عندي هنا كميه من الجنجلان، عندي هنا 60 غرام تقريبا زلافه صغيره ديال الجنجلان محمر ومهرمش شويه، ما نطحنوش بزاف. كذلك اللوز 60 غرام من اللوز محمر ومهرمش. يمكن لكم تعوضوا اللوز بالكاوكاو، والكميه ديال اللوز والجنجلان كتبقى اقل او اكثر على حسب الذوق. غنحتاج كذلك رشه من الملح والقليل من القرفه، تقريبا راس معلقه صغيره. عندي هنا 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، كل ساشي فيه 8 غرام. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. اول حاجه نوضعوا الزبده اللي كتكون رطبه، ضروري ما خصهاش تكون قاصحه هكذا. غنزيد عليها سكر سنيده، قبصه من الملح. غادا نخدم الزبده مع السكر. هاد المرحله مهمه بحال الطريقه كيفاش كنخدموا الصابلي. غنزيد عليها الكميه ديال الزيت، غادا نزيد اللوز والجنجلان، غنزيد كذلك القرفه، بهذا الشكل. دابا بقى لينا الدقيق اللي غنزيدو في الاخير بالتدريج، هو الخميره اللي غنزيدها في اخر مرحله. غنبدا نضيف في الدقيق، كما كتشوفوا معايا فالعجين بدا كيتجمع، هو خاصو يكون مرمل. دابا غادي نزيد الخميره، كنضيفها في الاخير، نزيد القليل من الدقيق، فقط كنتاكدوا ان الدقيق تلبس المواد الاخرى.
صافي كنحبسو، ما كنبقاوش ندلكو بزاف، كتحتاجش كاع الدليك. وفي نفس الوقت فاش كنجمعوها هكذا بين ايدينا كتجمع، كيمكن لينا نشكلو منها كره بهذا الشكل هذا. من بعد فانا غنحتاج لهاد اللاطه هذه ديال الغريبه اللي كيكونوا فيها الدوائر هكذا خارجين. الا ما كانتش متوفره يمكن لكم تستعملوا صفيحه فرن عاديه، مي في الاحسن كتكون هذه في البهله كتجي احسن. كنحصلوا على داك الشكل ديال البهله اللي كتكون فيه ديك الحفره من الاسفل، كتجي زوينه. من بعد فحنا غنشكلوا كرات بهذا الشكل هذا، يكونوا في هذا القياس تقريبا القياس ديال 25 غرام. غنشكلوا كرات بهذا الشكل هذا الكف ديال الايد ديالنا بهذا الشكل هكذا هكذا، وغنحطوهم فوق هاد الدوائر هادو، نحطوهم في الوسط ونحاولوا نثبتوهم شويه باش الا دخلت الفران ما تطيحش لينا الحلوه. نشكلوها بهذه الطريقه هذه هكذا بين الكف ديال الايد ديالنا هكا. كنشكلوا الكره وكنوضعوها الفوق هاد الدوائر، نحاولوا نثبتوها شويه باش ما تطيحش من المكان ديالها. الشكل هكذا. من بعد ما كملت من تشكيل الغريبه ديالي، دابا غادا ندخلها للفران اللي يكون سخون من قبل، سخون مزيان. غنشعل عليها فقط من الفوق، يعني العافيه كتكون من فوق من الغريبه حتى كتشقق. من بعد كنطفي عليها من الفوق وكنشعل من التحت حتى كتحمر لينا الغريبه. ما نخليوهاش حتى تحمر بزاف، فقط تاخذ داك اللون الذهبي ونطفيو عليها. دابا انا غندخل الغريبه ديالي للفران ونتلاقاو من بعد باش نوريها لكم في الشكل ديالها النهائي كيفاش كيكون. هذا هو الشكل ديال الغريبه بعد ما كنخرجوها من الفران. كيف ما كتشوفوا معايا فهي كتشقق. نحاولوا فاش نخرجوها ما نمسوهاش، حتى مسيناها دغيا غادا تحل، نخليوها حتى كتبرد تماما عاد باش كنحيدوها من اللاطه ديالها وكنقدموها ديك الساعه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه البهله اللي وجدنا بعد ما كتخرج من الفران. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي رائع، المذاق كيجي لذيذ بزاف. كيف ما شفتوا معايا في طريقه التحضير ديالها فهي سهله سريعه بدون دلك او تعب. كنحصلوا على هذه النتيجه، فهي كتجي مشقه كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجباتكم، والا عجبتكم كيف ديما بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش جيم لا فيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بالجديد بالصحه والراحه.